أخبار مهمة من فابريزيو رومانو عن برشلونة وعن اللاعب كييزا وعن الصفقات التي تمت. لكن قبل ما نبلش لا تنسانا من اللايك والمتابعة. واحد، لينجلي تمت إلى أتلتيكو مدريد إعارة لمدة عام، لكن حد الآن ما مشون من برشلونة. لهذا السبب داني أولمو ما مسجل إلى حد الآن. السبب يعني من الليجا مو من برشلونة. بس يشيلون لينجلي من برشلونة راح يسجلون داني أولمو. فيكتور روكي أيضا تمت الصفقة إعارة إلى مدة عام واحد إلى ريال بيتيس، مع خيار تجديد إعارة لمدة عام آخر، ومع خيار شراء اللاعب. ثلاثة، والأهم من فابريزو رومانو عن اللاعب كييزا. أكد وكيل أعمال اللاعب كييزا أن اللاعب يريد الانتقال إلى برشلونة وموافق على كل الشروط. لحد الآن بقت يعني ين برشلونة إذا يردون اللاعب يقدرون يجيبونه، ما يردون اللاعب ما يجيبونه. فالحد الآن بقت يم برشلونة ويم إدارة برشلونة. اللاعب موافق إلى الانتقال إلى برشلونة. أنا أتمنى يجي اللاعب وتبتعد عن الإصابة، راح يرجع المستوى وتشوف كييزا مع برشلونة خرافي.